بصوا كده معايا على الأوضة دي أوضة نوم ماستر، وده التقسيم الأصلي بتاعها. مساحة الأوضة على الورق كويسة أوي، 6 متر 30 في 6 متر. الأوضة متقسمة لكذا جزء. ده هو مدخل الأوضة وحمام كبير، وبعدين مساحة الأوضة نفسها واللي فيها بابين لبلكونتين. لما اتكلمنا مع العميل عشان نعرف هو نفسه الأوضة دي تكون عاملة ازاي، قال إن هو محتاج يكون فيها حمام كويس ودريسنج روم حلوة مع تسريحة ومراية كويسين وتلفزيون، ويا ريت كمان كرسيين يكون شكلهم حلو ومريح في زاوية من الأوضة. طيب تعالوا بقى نتخيل لو هنعمل الطلبات دي ونفرش الأوضة على الوضع الحالي. احنا هندخل الأوضة من هنا، خلينا نقول إن المنطقة دي هتكون مكان تخزين، يعني دولاب بلت إن، بس دولاب صغير شوية. والحمام ما عندناش فيه مشكلة كبيرة. باقي الأوضة بقى هنعمل فيها إيه؟ تعالوا هنا نحط السرير بتاعنا، يمينه وشماله 2 كومود كويسين. طيب تحت هنا ممكن نحط دولاب كمان، بس الدولاب ده مش هيوصل لنهاية الحيطة علشان باب البلكونة الصغيرة دي. ودي كانت بلكونة غريبة جدا بالنسبة لي، لأن ليها باب تاني في أوضة الأطفال، والأوضة أصلا فيها بلكونة تانية كبيرة وحلوة جدا. نكمل. هنا بقى مثلا ممكن نحط التسريحة. كده تقريبا خلصنا كل الحوائط اللي في الأوضة، ولسه ما حطيناش التلفزيون، ولا نقدر نقول إن احنا عملنا دريسنج كويس. وتقسيمة الأوضة عامة تحس إن فيها مساحات ضايعة. تعالوا بقى اما نشوف لما قررنا نغير الوضع الأصلي ده عملنا إيه. ده بقى هو الحل اللي احنا اشتغلنا عليه. مدخل الأوضة طبعا زي ما هو، وكان عندي هنا حيطة شلناها تماما وما بقتش موجود. وقفلنا باب البلكونة اللي اتكلمنا عليها من شوية، عشان احنا عايزين نخلق دريسنج حقيقي جوه الأوضة، فقررنا ان احنا نبني الحيطة دي على بداية باب البلكونة. وغيرنا مكان باب الحمام علشان يكون أقرب لأوضة النوم نفسها. النتيجة بقى إننا قدرنا فعلا يكون عندنا دريسنج حقيقي ودواليب كبيرة كاملة من الأرض للسقف بمساحات كويسة قوي على كل الأضلاع. وعملنا تسريحة ومراية كبيرة جدا في مكان سهل ومريح. وده كمان بقى دولاب إضافي مكمل معانا الدريسنج. طيب شوفوا بقى الأوضة نفسها من جوه بقت عاملة إزاي دلوقتي. ده سرير 2 متر، أكبر مقاس ممكن نجيبه. مساحته ممتازة جدا، ويمينه وشماله 2 كومود حجمهم ممتاز. كمان حاطين بنكت شيك قوي، هنشوفه كمان شوية لما نبص على التصميم بتاع الأوضة. الحيطة اللي بنيناها بقى علشان نحدد الدريسنج استفدنا بيها من الناحية التانية، وبقى عليها التلفزيون الكبير بتاعنا، وفي مكان ممتاز جدا قدام السرير على طول. جينا هنا بقى كمان جنب البلكونة، عملنا قعدة ظريفة وحطينا كرسيين صغيرين. بعد كل ده فضل عندي مساحات حركة ممتازة، وده من أهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في أي تصميم بنعمله. يعني هنيجي نبص على كل اللي أنا بلونه ده عبارة عن ممرات الحركة بتاعتي اللي في المكان، وكلها واسعة ومريحة جدا. وطبعا حمام كبير وحلو قوي. وده هو تقسيم الأوضة قبل وبعد. تعالوا بقى نشوف شكل وتصميم الأوضة النهائي عامل ازاي. ده شكل السرير اللي في ظهره ديكور بسيط وشيك حلو قوي.